أعلنت عائلة المصمم اللبناني العالمي إلي صعب عن خطوبة ابنهم سيليو صعب على خبيرة التسويق الأردنية زين قطامي. فمن هي هذه الشابة المميزة التي خطفت الأنظار؟ وكم عمر كل منهما؟ من هي زين قطامي؟ زين قطامي هي متخصصة أردنية رائدة في تطوير استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة الحملات الرقمية الإبداعية. ولدت عام 1996 في الأردن لوالدين أردنيين، ونشأت هناك قبل أن تنتقل للإقامة في الإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل اليوم في شركات استشارية إعلامية رفيعة. الخبرة والمسيرة المهنية: تمتلك زين خبرة تزيد على 5 سنوات في إدارة الحسابات الكبرى وابتكار المحتوى الإبداعي، مما جعلها تنافس على جائزة أفضل حملة رقمية لعام 2023 تقديراً لأعمالها المؤثرة. ولها أيضاً تاريخ في تصميم المجوهرات، وعملت سابقاً في شركة ناشئة متخصصة بتعريب تطبيقات الألعاب بما يتناسب مع الثقافة العربية والخليجية خصوصاً. مهاراتها: تعرف زين بمهاراتها الاستثنائية في التعامل مع المواقف المعقدة وحل المشكلات بذكاء، إضافة إلى دمجها بين الحس الإبداعي ومهارات التواصل الفعال مع فرق العمل والعملاء. خطوبتها من سيليو إلي صعب. أعلنت كلودين صعب زوجة المصمم اللبناني العالمي إلي صعب يوم الأحد الموافق 30 من يونيو عام 2024 خطوبة ابنها الأوسط سيليو صعب على زين قطامي، وذلك عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي. وقد لاقت هذه الخطوبة اهتماماً واسعاً في الأردن ولبنان والعالم العربي عموماً. معلومات عن سيليو إلي صعب: تاريخ الميلاد 1994. العمر 31 سنة حتى عام 2025. الطول 171 سنتيمتر. الديانة المسيحية. الفارق العمري بينهما عامان، إذ يكبر سيليو خطيبته زين بعامين. حقائق سريعة عن زين قطامي. الاسم الكامل: زين قطامي. تاريخ الميلاد 1996. العمر 29 سنة حتى 2025. الطول 170 سنتيمتر. الديانة المسيحية. الجنسية أردنية. الحالة الاجتماعية: مخطوبة لسيليو صعب. مكان الإقامة: دبي، الإمارات العربية المتحدة. المؤهل العلمي: بكالوريوس تسويق من الجامعة اللبنانية الأمريكية. المهنة: مستشارة رقمية وخبيرة مبيعات واستراتيجيات تسويق. الهوايات: تصميم المجوهرات، وتطوير التطبيقات الموجهة للثقافة العربية. أخيراً، تعد زين قطامي مثالاً جميلاً للمرأة العربية الطموحة، التي تجمع بين الخبرة الإبداعية والنجاح الشخصي والمهني. فما رأيكم بقصة خطوبتهما؟ وهل تتوقعون أن تصبح زين قطامي أيقونة مؤثرة في الإعلام الرقمي العربي مستقبلاً؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، واضغطوا لايك واشتراك ليصلكم كل جديد عن قصص